السلام عليكم البنات، كراكم دايرين؟ لاباس عليكم؟ كنتمنى تكونوا كاملين مزيانين، ما خصكم حتى الخير ان شاء الله. جيت معكم واحد الفيديو متنوع فيه العراضه لعائله راجلي. المهم عندي هنايا سلطه والحوت معمر كما غادي تشوفوا معايا، وفلان كواخدا. المهم كلشي كيعرف دابا كواخدا، معروف عند اسبانيا. المهم غادي نحضرها معكم. عندي هنايا لا كريم فريش من هذا النوع، المهم كنشريه من كولورايت. وعندي هنايا كواخدا، هذه هي كواخدا، ونص يطرود الحليب وجوج معالق السكر. هادشي اللي كيكون فيه. المهم بغيتو تستغنوا على لا كريم فريش استغنوا عليها، ماشي ضروري غادي تعملوها. انا كندير فيها لا كريم فريش كيجي فيه بنين زوين. المهم وغادي نعملو بالكاطو. واحد درت هنايا غير وحده ديال الكواخدا، المهم كلشي كيعرفها. وغادي ناخد جوج معالق ديال السكر ونص يطرود الحليب. المهم غادي نخليها هنايا حتى كدير، المهم حتى تسخن مزيان حتى كتفيض. ومن بعد غادي نوريكم الطريقه اللي غادي نديرها في واحد، المهم جوج معالق السكر. المهم غادي نحضرها هي الاولى باش نخليها تبرد باش ندخلها الثلاجه. المهم نعملها الديسير. وعندي من هذا النوع كيتباعوا عند المغاربه. غادي نعمل فيه كراميل كما كتشوفوا، غادي نعمل فيه كراميل هي الاولى. المهم كما كتعملوها غادي تكبوا عليه فلان دغيا كيمشي هكا. المهم كما كتشوفوا. وعندي هنايا الكاطو، اي كاطو عندكم تقدروا تستعملوه. انا عندي هذا الكاطو ديال ماريا. المهم كنفزكو الاول في الحليب ومن بعد عاد كنحطوه هكا من على هذا الشكل باش كيجي الديكور ديالو زوين كما كتشوفوا معايا. ومن بعد غادي نكب عليه فلان على هذه الطريقه صافي. وغادي نخليه على جنب يبرد، ومن بعد غادي نوريكم الطريقه التقديم ديالو. المهم غادي نخليها كيبرد. كندير حاجه اللي كتعطل هكا، كنخليها تبرد باش كنستغل الوقت. ومن بعد غنحضر معكم هنايا الحوت معمر باش ندخلو الفران. عندي من هذا النوع على هذا الشكل كما كتشوفوا جوج حوتات هكا كبارين، وهم مغسولين ونقيين كما كتشوفوا وما فيهمش بزاف الشوك. وعندي هنايا غامبا نص كيلو وكيلو ديال الفيلي على هذا النوع ما فيهش الشوك حتى هو. وعندي هنايا كالامار كيلو. المهم كما غادي تشوفوا معايا الطريقه غادي نفلحوا هكا شويه الحوت. المهم جوج من اي جهه. المهم تشوفوا معايا كيفاش ندير لهم على هذا الشكل باش ندير له تشرميله هكا. المهم العطريه تشرموله. ومن بعد كما كتشوفوا هاد الطريقه اللي غادي نديرو. المهم معايا لوستي هنايا كتعاوني كتقطع معايا كالامار على هذا النوع. المهم كما كتشوفوا معايا الطريقه. المهم غادي عندي هنايا اعراضه كما كتشوفوا. المهم وغادي ندير هنايا قزبور ومع الثومه كما كتشوفوا. المهم طحنتهم هذيك الماكينه. وعندي هنايا بصله غادي نشلطها هكا. المهم نشلطها غادي ندير هكا صغاري. ودرت هنايا البطاطا سلقتها مع البيض ودرت مكرون وواحد مكرون واحد اخر ودرت بورغون. المهم غادي نوريكم كي داير بورغون. المهم عندي هنايا غنحضر السلطه والحوت معمر بالشعريه الصينيه كما غادي تشوفوا معايا صافي. وضفت عليه كالامار لان كالامار كيتعطل شويه، غادي نديروه هنايا في المقله باش يتشحر. ونضيف الاضافات الاخرين ضروري الزيت، ناخذ شويه الزيت والملحه المهم والعطريه. المهم غتشوفوا معايا العطريه اللي غادي ندير. عندي هنايا الابزار كما كتشوفوا نص معلقه من اي العطريه، المهم نص معلقه هكاك. هاد الابزار شويه حار.
وغادي ناخد هنايا سكينجبير نص معلقه حتى هي كما كتشوفوا معايا، نص معلقه. وغادي ناخد الخرقوم نص معلقه حتى هو، المهم خرقوم بلدي هذا. ومن بعد غادي ناخد العطريه اخر. المهم خديت هنايا العطريه ديال الحوت، المهم لي بواسون، العطريه ديال الحوت راه كيتباع في المحلات، المهم كيجي فيه بنين زوين، كان ديما كنستعملو. وغادي ناخد شويه د الحرور، ما بغيتش نكتر الحرور، غادي ناخد غير شويه لان على حسب الولاد لان كيكون حار هذا. وعندي غادي ناخد تحميره والكمون كما كتشوفوا هنايا الكمون حتى هو نص معلقه، لان غادي ندير العطريه حتى ندير التشرموله حتى الحوت، غادي نشرمل الحوت. وعندي هنايا تحميره نص معلقه حتى هي، والمعدنوس اليابس. الملحه ضفتها ما صورتهاش لكم، الملحه والزيت. المهم وغادي ناخد حتى الثومه اليابسه، ودرت حتى الثومه طريه حتى هي ضفتها. المهم كما كتشوفوا غادي نخليها تشحر مزيان لان كلا مره كتعطل. وعندي هنايا خديت هنايا واحد نص الحامضه مسيره، المهم غادي نقطع هكا الطراف كامله، المهم نقطعها فيها. وكما كتشوفوا هاد الحوت ديال فيلي قطعته حتى هو مع الطراف صغار، مربعات هكا صغار، ما فيه كاع الشوك هاد النوع. المهم غادي دابا كالامار طاب ليا، وغادي نضيف هاد الحوت كما كتشوفوا قطعتهم على هاد الشكل، غادي نضيفهم اضافات. المهم هذه هي الطريقه اللي عملت، كاين بزاف الانواع ديال الطرق، المهم شاركت معكم الطريقه ديالي. صافي غادي نخليها دير تشحر غير شويه، وغادي نزيد عليه شويه د كامبا، المهم نص كامبا غادي نضيفها ونص كامبا غادي نزوق بها. المهم هنايا الشعريه الصينيه درتها غير في الماء سخون وصفيتها وقطعتها كطراف صغار، وغادي نضيف عليها داكشي اللي وريت لكم عاد دابا. صافي طاب غادي نخلطها معاه باش نعمر الحوت ديالي كما كتشوفوا. المهم نشرملها هي الاولى وعاد غادي نعمرها. المهم هاد الطريقه اللي درت. وغادي ندير كل حاجه نص معلقه ديال الكمون ونص معلقه ديال سكينجبير. المهم الخرقوم ضفت شويه بزاف، المهم معلقه هكاك، ونص معلقه ديال سكينجبير لان الحوت كيجي مع هكا العطريه. وهنايا العطريه ديال الحوت والتحميره، المهم نص معلقه حتى هي، والمعدنوس. المهم راه كتعرفوا الحوت كيواتي هكا العطريه. وهنايا الزيت الروميه وشويه الملحه، المهم ضروريه الملحه كما كتشوفوا معايا. صافي غادي نشرملهم كما غادي تشوفوا، نشرملهم الاولى عاد غادي نعمرهم. المهم غادي نعمرهم بهذه الطريقه، ضروري تدخلوا فيهم هذيك التشرموله كامله لداخل، المهم التشرموله كامله. ومن بعد غندخلها الفران كما غادي تشوفوها معايا، يجي زوين وبنين. غير جربوا هذه الطريقه البنات غادي يعجبكم. المهم عمرتهم بالشعريه الصينيه، المهم راه وريتها لكم كما كتشوفوها معايا. المهم صافي غادي نشرملهم مزيان بهذه الطريقه. صافي وغادي نزيد لهم الشعريه الصينيه نعمرهم. المهم كتعرفوا تشرملوهم مزيان لداخل كامل، يدخلوا فيهم التشرموله كيجيو بنان. المهم صافي دابا غادي نعمرهم بالشعريه الصينيه. الشعريه الصينيه راه كلشي طايب.
صافي وغادي ندخلهم للفران نخليهم يطيبوا على خاطرهم. وغادي نحضر معكم لي سلطه. المهم هذه هي الطريقه. دخلتهم وجنبه النص غادي نديرو مع التشرموله ديال جنبه ديال كالامار وفيلي، والنص غادي نزوق به. صافي وضفت عليه الليمون على هاد الطريقه. صافي ندخلهم الفران. ضروري كديروا الكاغيط عاد كديروا الومنيوم. صافي درت له الكاغيط هو الاول عاد الومنيوم وكندخلهم الفران على هاد الشكل. المهم غادي نحضر معكم لي سلطات. طيبتهم كاملين في الماء، مهم صفيتهم وهكا. البطاطا قطعتها كما وريتها لكم. عندي هنايا بورغول كما كتشوفوا الشعير، كيكون صحي. ما بغيتش ندير الرز درت الشعير. وعندي لي بواط هنايا فيه الذره وخيزو واللوبيا هكا مقطعين اطراف صغار. المهم كيجيو هكا في لي بواط مخلط. وضفت هنايا الذره في مقارون. المهم زدت كما كتشوفوا هنايا في الصوره. وغادي عندي البطاطا قطعتها اطراف صغار وباربه كما كتشوفوا معايا. المهم ندير هنايا تبسيط لي سلطات. وغادي نضيف عليهم الثوم كما كتشوفوا معايا. المهم نزيد غير في المقارون ومقارون واحد اخر هو هكا مخلطه مقارون والاخرى هكا عاديه. المهم على هذا الشكل. المهم وضفت مايونيز. غنضيف غير على مقارون مايونيز. بغيتو تضيفوا على البطاطا كتضيفوه. وغادي نزيد عليه الملحه كما كتشوفوا شويه الباربه. المهم اي حاجه ملحه ضروريه الزيت والليمون ضروري وشويه المعدنوس. كل حاجه فيه شويه المعدنوس. باربه بغيتو تزيدوا فيه شويه بصله زيدوها، بغيتو تخليوها هكاك خليوها. انا خليتها هكاك. صافي وضفت عليه شويه الزيت وغادي نضيف عليه الليمون. حتى البطاطا ضفت عليها شويه مايونيز. المهم كيجي فيه زوين. وحتى هنايا ضفت شويه مايونيز. وغادي نضيف في مقارون كورنيشو. المهم كما كتشوفوا نقطعهم هكا غير طراف صغار. بغيتو تضيفوا سوري تضيفوا انا نسيتها. المهم على هذا الشكل ونديروا التبسيط الشلاضه كما غادي تشوفوا. نزوقها دابا غادي تشوفوا الطريقه كل واحد الطريقه ديالو. المهم حاجه بسيطه هكا بغيتها نشاركها معكم. ومهم كنتمنى يعجبكم الفيديو. صافي نخلط كل شيء وغادي نوريكم طريقه التقديم ديالو. المهم هذا بورغول كما كتشوفوا. هذا هو النوع ديالو كيداير بحال الرز وزوين صحي هكا. المهم خلط مع هذاك شويه فيه الذره وخيزو اللوبيا هكا وجلبانه. المهم كيجي فيه زوين هكا. المهم كيجي بحال لي سلطات. المهم درت هنايا لي سلطات حطيتهم على هذا الشكل. وصافي غادي ندير باربه في التقديم. هنايا غادي ندير باربه في هادو صغارين هاد البصل صغار درتهم ابارت كما كتشوفوا معايا. صافي والاخر غادي نديرو بحال ديال كواخاضه
بواحد ديال البلاستيك وكيجي فيه زوين، حتى ديال الكيكه كيجي فيه زوين. المهم غتشوفوا معايا الطريقه اللي غادي نقدم. المهم درت هاد النوع ديال البلاستيك. المهم بحال ديال الفلان اللي وريت لكم قبيلات، كيجي الشكل ديالو زوين هكا في التقديم. المهم غادي نوريكم. ما خليتو ما درت نورمال ملي كديروا فيه مايونيز كيجي عاد حسن كيقبط راسو. انا ما دايراش هنايا مايونيز، ولكن واخا هكاك جا زوين، زعما قبط راسو واخا هكاك. المهم كما كتشوفوا بهذه الطريقه. المهم هكا دغيا تحيد صافي، وغادي نحط كل حاجه نحط في بلاصتها على هذا الشكل. المهم كتشوفوه في الفيديو راه كيشرح راسو. المهم كل حاجه نحطها في البلاصه ديالها على هذا الشكل التقديم.
المهم البنات هذا هو الشكل النهائي. المهم اي حاجه عندكم بغيتو تصبوها زبوها. المهم انا درت حاجه بسيطه وسهله دغيا حضرتها. المهم كنتمنى يعجبكم هكا. المهم هي حطيت هذاك الحوت اللي وريت لكم، زدت عليه كامبا كما كتشوفوا، قشرته وزدته عليه. وهنايا الحوت خرجته من الفران على هذا الشكل. كنت كناخذه غير بشويه باش ما يتقسمش ليا، ولكن الحمد لله ما حشمنيش. كيجي حوت بنين، عرفتي فن عامر بالشعريه والحوت، و كيجي زوين هكا في الفران وصحي زعما. المهم تجمعنا، كانت عندي هنايا أعراضة لعائلة الزوج ديالي. المهم عجبهم الحال والحوت عجبهم بزاف، جا بنين بزاف، وكنتمنى تجربوه وما تنساوش الاشتراك واللايك إلا عجبكم فيديو. المهم كيجي هكا بنين وزوين. ودرت هنايا قدمت مع شويه الفلفل الحاره واحد جوج. وزوقته هكا جامبا اللي كانت عندي، واحد نص ديال جامبا. المهم زوقت به هكا، يجي الشكل ديالو فن. المهم كنتمنى تجربوه، حاجه بسيطه دغيا كي توجد صافي. وشاركتها معكم على هاد الطريقه، وغادي نزوقها شويه بالحامض. صافي والفلفل الحار. هذا هو الشكل النهائي ديالو، كنتمنى يعجبكم. كما البنات هذا هو الشكل النهائي، كيجي لذيذ بزاف وصحي. درتو في الفران عامر بالحوت. المهم هذا كيجي لذيذ بزاف، وكنتمنى يعجبكم الفيديو. المهم درت الديسير، غادي نوريكم الشكل النهائي ديال الديسير. هذا هو الشكل النهائي ديال الديسير. درت كواخاطه وعنب البري وشويه كيوي وشويه توت وشويه العنب وشويه حب ملوك هكا زوقته. المهم كيجي هكا المنظر ديالو زوين، وكنتمنى يعجبكم هذا الفيديو. الى عجبكم الفيديو ما تنساوش الاشتراك والجيم. وبسلامة عليكم حتى الفيديو الجاي ان شاء الله. سلامة.